طبق رز باللحمه بصراحه واخد لون اللحمه مش واخد لون البصل. يلا بينا. اول حاجه طبعا جبت ربع كيلو من اللحمه وقطعته قطع صغيره او شاورما على حسب اللي انت عايز تقطعه. اديته صدمه حلوه وتبلته بالتوابل بتاعتي، وهي ورقتين من اللورا، كزبره، فلفل اسود، ملح، ومش هكتر في الملح عشان احط لسه ملح في الرز. طبعا اتاكد ان هي استوت كويس جدا، وبعد كده انزل طبعا بنص بصلايه ويا دوبك تستوي شويه، وبعد كده انزل بكوبايتين من الرز واقلبه لحد ما ياخد اللون البراوني اللي هو بتاع اللحمه مش بتاع البصل. وبعد كده اديله طبعا التوابل بتاعتي اللي هو معلقه الملح اللي قلت لكم عليها وربع معلقه فلفل اسود، وبعد كده انزل بالميه المغليه بتاعتي، وبعد كده بعد ما يبقبق معايا كده اغطيه كويس جدا، وبعد كده اوطي النار بتاعتي، واصبح كده جاهز معايا بالشكل ده. عبيته في طبق، وبصراحه كان ريحته كان جميله جدا وكان مفلفل بطريقه فظيعه. متنسوش تقولوا رايكم، اشوفكم في حلقه جديده او في طبق جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.